سفينة تلقي بجسدها على الساحل كأنها جرح مفتوح على موج لا يهدأ. إنها بوابة اليمن الغربية، لكنها ظلت ولقرون بوابة مؤصدة كأبواب فقرائها لا تفتح إلا للريح والتهميش. تسمى سلة اليمن لما تزخر به من جنات وزروع، لكنها من الداخل سلة للجوع والشمس. لأطول من قرن ظلت تهامة تبكي بصمت، صوتها يطوى في الأرشيف وأحلامها تصادر باسم الوطن الكبير. هذه المدينة المحكومة بالتغييب لم تتخلى عن عاداتها في الحضور حين يغيب الجميع، حين توشك البلاد على السقوط في قبضة المجهول والرصاص. في زمن مضى كان أبطال الزرانيق هم وقود إشعال أول فتيل جمهوري وأول ضوء جفف ظلام الإمامة. وحين أوشكت الجمهورية على السقوط أتى الأبطال مجددا حاملين أرواحا قضت في الدفاع عن الحلم الجمهوري، وكعادة مدينتهم مضوا دون استحقاق. في العام 2012 كان الأمر مختلفا. بعد عام من اشتداد أزمة خانقة عاشتها اليمن، كان للحكاية أن تبدأ سرد فصولها. فصل أول بدأه صوت انبثق من الرمل، صوت تجرد من الشعارات ليتقن الوقوف. لا يخطف منا مليون، لن نتراجع مهما يكون، لن نتراجع مهما يكون. سنقاتل من أجل كرامتنا، سنقاتل من أجل أرضنا، سنقاتل من أجل السلام. من هذا الصوت ولدت سيرة بطل اسمه عبد الرحمن حجري. وأقول لكم أيها التهانيون، امضوا امضوا واستمروا في نضالكم ونحن ماضيون. عبد الرحمن حجري، إذا قلت لك ماذا يعنينا لم أقدر أوفيه ولن أقدر أعبر عن هذه الشخصية. عبد الرحمن شوقي من الرجال، عبد الرحمن شوقي مقدام، عبد الرحمن شوقي غيور، عبد الرحمن شوقي رجل لا يقال. من أحد الأحياء في مدينة الحديدة قدم عبد الرحمن حجري وسط حكاية الصيادين وأهازيج السواحل. كانت نشأته، تفتحت مداركه في هذا الحي المسمى بحارة اليمن، قبل أن تأخذه طرقات هذا الحي الصغير إلى جغرافيا أوسع اسمها تهامة، ووطن أكبر اسمه اليمن. ولد في حارة اليمن في 27 ابريل تقريبا 1979. ولد عبد الرحمن في حارة اليمن وترعرع فيها وبدأ قراءة القرآن ابتداء من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة إلى السنة السادسة. دخل ودرس الابتدائية في مدرسة المشرع، استكمل الدراسة الابتدائية واستكمل الدراسة الإعدادية في مدرسة صباح الإعدادية، واستكمل الدراسة الثانوية في مدرسة عمر عبد العزيز، والتحق بالجامعة كلية الشريعة والقانون سنة أولى كان. ومما كان يشتغل كمان في جانب الصيد. عرفت عبد الرحمن شوقي هو من أبنائنا وفي سن عياء أولادنا في حارة اليمن، وكبر في حارة اليمن ودرس وتعلم في حارة اليمن وقلبه على تهامة. كان لنا أخ وأب مع الكلمة يعني احنا ما نتقنا وما عرفنا نصحنا في الشباب وفي الحارة والحي اللي احنا فيه كذا إلا بعبد الرحمن. تعلم أبجديات السياسة من معاناة الناس، فقرهم وكفاحهم أمام عذبات الموج، ومن الموج نفسه تعلم كيف يصفع ويعود. عبد الرحمن ولد وهو يشوف المظالم، يشوف قدامه الظلم من المتآكبات، من الحكام المتآكبين على تهامة، يشوف أبناء تهامة مغلوبين على أمرهم. كان رجل وطني نعرف فيه المصداقية والوفاء والإخلاص، فكان النزاهة فيه والحد المظلومية في تهامة والإقصاء والتهميش. أحب الرياضة بوقت مبكر،
ليؤسس في طفولته فريقا في الحارة سماه المجد. بهذا المسمى كان عبد الرحمن يخط سيرة مبكرة لما سيكون، من البحر إلى تهامة، ومن تهامة إلى المجد، من كرة القدم للتسديد الهدف إلى فكرة الاصطياد للإمساك بالحياة. الرجل صديق، ومن الحارة، من الملعب، نادي الجهاد، النادي الذي كان يقوده الشيخ رحمة الله عليه في شبابه، تلازمنا منذ الوهلة الأولى. وزاد ارتباطي فيه أنه كان أول شخص تهامي أرى فيه الشجاعة والأنفة في الدفاع عن الإنسان والأرض التهامية. وكان من هواة الرياضة ويحب الشباب، وعندما سمحت له الفرصة وكون نفسه بدأ يدعم الرياضة ويدعم الشباب من أبناء المنطقة، من أبناء حارتنا ومن غير حارتنا في الرياضة، والكل يعلم بذلك. أنا لن أبالغ في كلمة أقولها، ما أقول إلا حقيقتي. هذا ما عرفنا في عبد الرحمن شوقي. نما عبد الرحمن واشتد عضده ليصبح ومضة تمرد على الرتابة وحالة عصيان ضد المعتاد. كقائد لفريق المجد وجد نفسه ضمن نادي أهل الحديدة. لم يكن لاعبا فحسب، بل أمينا مساعدا وحارسا لذاكرة النادي. في الملعب لم يكن يركض وراء الكرة أو الشهرة أكثر من ركضه وراء الفكرة، فكرة اسمها تهامة، وحق أحق بأن ينتزع. بين كل مباراة وأخرى كان عبد الرحمن يعود إلى الصيد وبيع السمك. من مهنته الأخيرة تعلم كيف تصاد الحياة وكيف يتعامل مع ملوحتها، وما أن احترف هذه المهنة حتى أصبح من كبار مصدر السمك في الحديدة، تاجرا بضمير، مفاوضا للموج، نزيها كما لا يريد السوق. هو ابن رجل فقير وليس ابن ذاك، ليس ثري وليس أبوه كان رجل يعني موظف على قد حاله يعني، ولكن عبد الرحمن كافح واشتغل وعمل وجمع المال، رجل أعمال، اشتغل من الصفر. كوالده أصبح عبد الرحمن كابتن البحر الذي لا يعترف بالرتب بقدر ما يحترم الشجاعة. ومن سيرة أبيه الذي اشتغل على قوارب السلام قبل أن ينتقل إلى مؤسسه موانئ البحر الأحمر، ورث عبد الرحمن حجر الصلابة لا المناصب، وأدرك أن البحر لا يورث شيئا سوى الكرامة. كان يشتغل في هذه المهنة بشغف، وكانوا صحاب الصيادين مظلومين طبعا، في ظلم كبير طبعا من ناحية الصيادة، من ناحية الرسوم، من ناحية الضرائب، من ناحية مدري ايش، من ناحية أشياء كثيرة. وكان عبد الرحمن بدأ يشتري من الوكيل ويبيع بالجملة، وبعدين بدأ يبيع في صنعاء، بدأ يبيع في أسواق أخرى يعني. بعدها بدأ يصدر سمك، ففتح الله عليه. بس كان مربوط عمله بمظالم الناس. رجل وطني، رجل غيور على وطنه وعلى تهامه، على وطنه بكامل وعلى تهامه خاصة. إن كان في كل موقف لو رأى ظلم يثير ويناصر المظلوم. فكان الناس تحتاج إلى قيادة سياسية أو قيادة حكيمة أو قيادة صادقة تتوجه لها. ابن تهامة كان كل الناس يريدون نصر المظلومين، ليس كان حد فيه، ومن حد من تهامة كان له سلطة أو له هذا، كان يشتغل تبع الآخرين، ليس له إرادة أو جدارة أو كذا. على قد ما هو يقول حتى لو يحصل شيء أو يحصل، دول كلهم اللي قدامكم هم أخواني وعيالي وأبنائي، حاولوا مهما كان أن نلم شمل هؤلاء. في كل وقت أنا يقول لي سنفضل عبد الرحمن، يا خال لا تستغرب، يا ابني اللي تلاقيه أنت مش بسيط ولا قليل من المواقف المؤثرة. يا عبد الرحمن، هل أنت جبل؟ كم تتحمل وقوفك؟ لو كان جبل لو اهتد من كل مكان، لو اهتد يقول لي سأفضل أقاوم وسأفضل لنصرة البطال ونصرة التهامة حتى أفضل وحدي. صحيح طبعا الشيخ معروف بالإنسانية وبالكرم، احنا كنا أكثر ناس مكرمين به، إنه كريم منا. كان عندنا يحصل أي زواج أو أي عروس أو أي شيء ما نلجأ إلا له، يعطينا كم مبالغ يعني ما حد كان يتوقعها المبالغ دي. مهما رحنا عند أي حد من التجار أو كذا يعطي لك مبالغ يعني شوية كذا يقول لك، لكن الشيخ عبد الرحمن كان يعطينا مبالغ ما يخليك تسد بها نفسك يعني من الأراس من كذا. كان سخي معنى الكلمة، ما يردش حد كم أجي يجي لها يعرفها أو ما يعرفها. في العام 2011 كانت اليمن على شفا جرف من الانقسام، وهو ما يعني أن مناطق وسطى كتهامة ستدفع الثمن أولا. كان لهذا المصير المؤلم أن يحدث
لولا ذلك الصوت الذي شق عباب البحر ليعلن ولادة الحراك التهامي السلمي، وكما لو أنه ناطق باسم الموج اعتلى عبد الرحمن دفة القيادة. الحراك التهامي هو امتداد لنضال الآباء، نضال الأجداد. قاد الحراك كحركة سلمية مطالبا الدولة بالشراكة السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش التي مورست على أبناء تهامة منذ ثورة 26 من سبتمبر 1962 ميلادية. كرس حياته للدفاع عن القضايا العادلة لأبناء تهامة، وتميز بمواقفه الثابتة الرافضة للوصاية على تهامة من غير أبنائها. عرفته حقيقة ببداية الحراك التهامي السلمي، عرفته مناضلا، عرفته صادقا، عرفته مجاهدا. عبد الرحمن الحجري لا يعرف النفاق ولا يعرف المجاملة. الحراك التهامي حين نعتبر كل من خرج يطالب في حقوق تهامة واسترداد الكرامة لشعب تهامة حراك. شعب تهامة اليوم ينتفض يقول لن نركع ولن نسمح بالاستبداد. جاء في لحظة مفصلية في تاريخ تهامة، الناس كلها تحتاج قائد تجتمع فيه مواصفات نادرة بعد سنوات من التنميط الممنهج على تهامة. كان رحمه الله قائد بالفطرة يمتلك كاريزما ملهمة صقلته الميادين والنضال ولم تصنعه المناصب. من يظن أن هذا الشعب ينكسر أو يخاف أو يجبن، وهم من يظن أن أبناء تهامة جبناء. تعرفت على الشيخ القائد في عام 2012 حيث التقيته أول مرة في ساحة الحراك التهامي بقلعة الحديدة. أعجبت بشخصيته وتحققت من صدقه. منذ تلك اللحظة بدأ بيننا تعاون مستمر فيما يخص بعض الترتيبات الأمنية لبعض فعاليات الحراك. من شجاعته وصدقه في الحديث جعلت نفسي من الوهلة الأولى حاميا لهذا الشخص، وكانت مهمتي الأساسية في بداية الحراك التهامي هو حماية الشيخ عبد الرحمن الحجري ضد أي تهديد من أي ناحية كانت. اول ما قام بالامل بالحراك وكذا كان لا حد في الحراك ابدا ولا توجد اي. كنا نجيب السامه هذه اللي كنا نقدم معها كالحراك او المظاهرات او كذا براس ماله الخاص يعني، فكان يشتغل كله براس ماله. هو كان تاجر وشغال طالب الله يعني في امله. كان قادر يتجنب كل المشاكل كل الاحداثيات ويتجنب الامله ويشتغل ويصدر. في بعض المواقف التي أن تريد أن تعلمها نكون على الصف في الصفر والكل ينتظر. عبد الرحمن يتخبط مثل الأسد في الغرفة وحده، لن ينزل راسه ولن يمد يده ولن يطلب يا خال الأرضية الفلانية هذيك الحجب روح بيعوها، روح بيعها ولاتها ولا تسأل بأحد. يا خال ذاك الذهب حق أولاده حق مرته حق بيته، بدل ما هو يخلي باله شو اللي يروح يبيعه. روح صلح الأمسية، روح صلح الأمسية، روح صلح المسيرة هذه. يا عبد الرحمن الكل بيعطي والكل ومعانا خارج وداخل شوكة معانا لما نوقف. سيجي وقته لغيري مثلنا. خلينا أطرح البذرة، خلنا أقاوم، خلنا أوقف، خلنا الناس تشم ريحة الحق، ريحة النضال، ريحة الحرية. خلينا نخرج من هذه القيود، خلي ابن تهامة يتنفس. تهامة عرفت طريقها وأبناء تهامة عرفوا طريقهم. سننتصر سننتصر سننتصر. لماذا تريدون أن تكون تهامة في كل العصور هي من تدفع الفاتورة؟ أنت تدافع عن حق، نحن متعقبون إنهم بيكيدوا لنا كل شيء.
النضال في ميدان التضحية، شبابنا كلهم للأمانة شباب قادرين وفاهمين بالحياة، آمنوا بالقضية التهامية، آمنوا أنهم مطلوبين، كسروا حاجز خوفهم وطالبوا مطلب شرعي وقدموا أرواحهم مستعدين يقدموا قوافل. شبابنا شباب حي، شباب قدرت أن الحقوق لا تسترد إلا بالقوة وإلا بالدماء والتضحية، وهم يستعدوا أن يضحوا بأموالهم وأنفسهم وأوقاتهم وكل ما أعطوا، يعني الحياة للشهداء والصمود للشهداء والبقاء للشهداء. عاشت تهامة الرعبية، عاشت تهامة الرعبية. اليوم وصلنا إلى هذه النيابة العسكرية، نقول لهم إن هذا القضاء الفاسد الذي احتلت به أراضي تهامة واعتقلوا به شبابنا وإلى الآن يعذبون بسبب هذا القضاء الفاسد، هذه السلطة التي أفسدت كل شيء من الحياة السياسية والاجتماعية والأخلاقية داخل تهامة. فلما عبد الرحمن انطلق وخرج الناس معه، فكان لها محبة من الله عز وجل، محبة من الله عز وجل وشخصية، يعني كأي قاعد يقود مرحلة فالناس كلها تلجأ لها بحكم انها سياسته وقيادته وكذا. وعبد الرحمن كان في ذيك المرحلة صادق جدا مع الناس كلها، وكان الحراك ده صدمة للجميع السياسيين اللي كانوا في الدولة السابقة. كان الأمن أكثر من مرة يوصل ويداهم معنا في السكانة والحارات والحراك من عدة أرقام، جاب السلاح وكذا، وحوالي توصل إلى 40 طقم 50 طقم. قصص إنسانية برضو كذلك في أثناء إحدى مظاهرات مدينة الحديدة أمام شركة النفط في عام 2013، حصل إنه بدأ الأجهزة الأمنية بالضرب علينا بالرصاص الحي وقنابل مسيلة للدموع، وكنا أنا ورفيقي الدربي عبد الرحمن حجري يعني كنا نجري في الشوارع ونهرب من هذا الرصاص يعني الحمد لله يعني عدت المرحلة بخير ولله الحمد. يجوا يحاسروا حنا ورمايا بالرصاص، يفجئوا الحارة، يفجئوا الأهل، يفجئوا ليش ده كله؟ وهذه حصلت كثير. وعبد الرحمن كان يزعل لما يوصل للمرحلة هذه من الأمن يجي يهاجم المواطنين، أبرياء لا سلاح ولا كانوا يقدرون أي شيء، كنا بالحجارة نقدمهم، هم كانوا يربونا بس بالرصاص. هذا قبل ما يجي الحوثي كأيام الدولة. عبد الرحمن الحجري صغير السن، وأيضا الفترة التي جاهد فيها قصيرة، ولكن أثرها سيستمر إلى عقود قادمة كثيرة. صرخ باسم البسطاء، باسم الصياد الذي لم يجد قاربه والعامل الذي لم يجد وطنه. حينها كان عبد الرحمن الاسم الأكثر تداولا، وكانت تهامة الملف الأكثر حضورا قبل أن تتلاشى سحب الفعل السياسي تحت نيران الانقلاب الحوثي. كان رافض الحوثي رفض نهائي، برغم انه كان في توجيهات وفي اجنده تشتغل الحوثي وفي قيادات كبيره تهاميه كانت تشتغل الحوثي وتمكنها من كل شيء، توجيهات من الرئاسه من الدوله من كل شيء، لكن رغم ان الحراك كان واقف صنارا للحوثي، وتهامه والحراك الزراع حاجات كثيره كانت بدات تبتني الحراك مهماته وقوماته، لكن للاسف اجى الحوثي، فكان الحوثي ميليشيات قامعه يعني خبيثه جدا، صهيونيه ايرانيه.
دون مشروع ودون ما مشروعية أتى الحوثي مزملا بالموت. وما أن أعلنت المقاومة في أنحاء مختلفة من البلاد حتى استحال الحراك إلى المقاومة. نقول هذه الميليشيات المحتلة لليمن ولإقليم تهامة إن بقاءكم لن يطول، وإن أحرار هذه الأرض يرفضون وجودكم فيها. نقول لهم ارجعوا إلى كهوفكم إلى جبال مران. الشيخ عبد الرحمن ومنذ الوهلة الأولى لوصول الحوثة إلى الحديدة ومن الحارة اليمن، هذه الحارة القوية بشبابها صاحبة الطلقة الأولى ضد الحوثة، منذ الوهلة الأولى التي حصلت في اشتباكات في حارة اليمن وقتل على أثرها أبو طه أحد المشرفين الكبار للحوثة. هناك بدأ أن الطريق الأسلم والأفضل والذي تفهمه هذه الميليشيا الحوثية الكهنوتية الإرهابية هي لغة المقاومة ولغة السلاح. وهناك بدأنا بتأسيس المقاومة برسم هياكلها العنقودية، بدراسة الاحتياجات الضرورية، بتنوعها في كل مديريات الحديدة. وكان يشرف على هذا العمل العسكري كان الشيخ عبد الرحمن نبلغه بكل الخطط وهو على دراية بها وأيد هذه الفكرة، ومن هنا بدأت المقاومة من الصفر. حاول عبد الرحمن بقدر الإمكانيات وحاولنا نحن نشتري سلاح أو نجيب سلاح بقدر الإمكانيات المعدودة اللي كانت موجودة، وكنا نقاتل الحوثة ورفضناهم من تهامة، فحاصروا احنا اللي ما وصلنا إلى الحافة اللي احنا فيها وقاتلناهم وحاصروا احنا عدة أيام، وكنا نقاتلهم بالليل والصباح نخرج كل واحد على عمله وكذا، وبالليل نقاتلهم. حصل فترة كذا وسجنت، وعبد الرحمن يعني كان جنونه يعني لما سجنت أنا، فلما سجنت عبد الرحمن اضطر إنه يسافر، فكان أول سفره إلى عدن هو الأخ أحمد الكوبان، فسافروا وجلسوا يتواصلوا بي ويعتنوا بي وأنا في السجن لين حتى خرجت، فتواصلوا معي وطلعونا على طول لعدن. عند بدء عملية عاصفة الحزم وتشكيل نواة المقاومة التهامية في عدن بجهود شخصية من الشيخ عبد الرحمن ورفاق نضاله، كنا على تواصل مستمر، وطلب مني الشيخ بالبقاء في الحديدة للحفاظ على القوة التي كنت ما زلت عليها في خفر السواحل في ميناء الحديدة، وأيضا بعض التشكيلات داخل المدينة. واستمريت في ذلك حتى نهاية 2016 بداية 2017، حيث اضطررت للمغادرة لظروف خاصة والتحقت برفاقي. أسس المقاومة التهامية بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ساهمت هذه القوات التهامية في تحرير أغلب المديريات التهامية حتى الوصول إلى أطراف مدينة الحديدة. من الخوخة قاد عبد الرحمن أولى معارك تحرير الساحل التهامية ليعود إلى البحر من جهة أخرى، ومن تلك المعارك ولد من جديد المارد التهامية. اليوم يا أحفاد أبو موسى الأشعري، يا أحفاد الثائر أحمد فتين بني، اليوم أنتم تسطرون موتكم، اليوم أنتم تقولون للعالم نحن هنا. ستشرق شمس الحرية في سماء تهامة، وسننشد يوما من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى، بل صنعناه بأيدينا نحن أبناء تهامة. تهامة طيبة لا تقبل إلا طيبة، أرضنا طاهرة لا تقبل هؤلاء الأنجاز. نقول المجد والخلود لشهداء تهامة والحرية للمعتقلين، وعاشت تهامة حرابية، عاشت تهامة حرابية، عاشت تهامة حرابية. كان الشيخ الشهيد شجاع دائما يهرول لخطوط الدفاع الأمامية. أستذكر أحد المواقف التي لا أنساها أثناء التحضير لإحدى العمليات في إحدى غرف عملية المشتركة للتحالف. كانت هناك عملية استطلاعية، ومعروف أن العمليات الاستطلاعية هي من يعني المهام الخطيرة التي يعني تتقدم فيها قوة لتستطلع المناطق التي سيتم تحريرها.
كان الشيخ يصر بقوة على أن يشارك فيها، غير آبه لظروف بقاء القادة في تحصينات أمنية يعني أكثر يعني ترتيبا. رأيناه في عدة هجمات يثب في الخطوط الأمامية جنبا إلى جنب مع أبنائه وأخوته من المقاومة التهامية، يعني يشحذ هممهم ويشجعهم ويقوم بما ينبغي للقائد أن يقوم به في مثل هذه الظروف. ولقد نجا رحمة الله عليه من عدة استهدافات محققة. دخول الشيخ عبد الرحمن الخط في الهجمة لتحرير الحيس، حيث كنا في تلك اللحظة نتعرض لكمين من الحوثة، وإذا عبد الرحمن يأتي ويشارك في الاقتحام والقضاء الكمين. بدأ بكتيبة صغيرة تشبه النبط، ثم انتقل إلى جزيرة زقر، ومنها إلى جزيرة عصب بدعم من التحالف العربي، وهناك ولد أول لواء تهامي. هنا أبناء تهامة قادرين على تحرير أرضهم، قادرين ولا مش قادرين؟ قادرين على تحرير أرضنا ولا مش قادرين؟ احنا واثقين إلا معنا رجال. تناسلت القوات والألوية، وبكفاح التاريخ وعمر من النضال أعاد الزرانيق حضورهم في الذاكرة الوطنية. لواء أول ثم ثان وثالث ورابع ونخبة، كلهم يقودهم رجل يعرف تهامة من الوجع، من البحر إلى الجبل، وليس من الخارطة. سرعان ما تعلم عبد الرحمن لغة الرصاص، وهو القادم من سنوات الكفاح ليفهم متى تصمت البندقية ومتى تتكلم. حول الآلاف إلى مقاتلين وقال لهم: الوطن لا يستعار، الوطن ينتزع. من معركة تلو أخرى قاتل ببسالة على كافة الأصعدة، وقاد حراكا سياسيا وعسكريا واجتماعيا داميا على مستوى الوطن والإقليم. عبد الرحمن الحجري قدم لتهامة الكثير والكثير، أوجد شيئا مع رفاقه قلب المعادلة في المنطقة. أدرك مبكرا خطر السرطان الحوثي، وآمن بضرورة استئصاله من تهامة قبل أن يضل سرطان المرض طريقه إليه. أكد التشخيص الطبي الأول إصابته بالسرطان، غير أنه أبقى الأمر سرا، مواصلا رحلة الكفاح حتى آخر زفرة.
في الأول من مايو للعام 2025 أذيع نبأ موته. مات واقفا كما كان، باسقا كأشجار النخل في تهامة. عبد الرحمن لم يموت، مش يموت كان هنا في المقاومة، مش يموت شهيد، وإن شاء الله إنه عند أرحم الراحمين شهيد. كلنا ميتين، بس عبد الرحمن مش أنا اللي بس إننا مش مستوعب، كثير مش مستوعبين موته، كثير مش مستوعبين موته. الله يرحمه ويغفر له. أيها الأبطال، أيها الرفقاء، أيها الأحباب، أنا أوجه ندائي للجميع وعلى رأسهم رفقاء النضال من الأبطال، من قادة الألوية، من النشطاء السياسيين، من كل من يعرف الشيخ عبد الرحمن. لا نتراجع عن مسيرة الشيخ عبد الرحمن الحجري أبدا، بل نسير على مبادئه ونسير على ما سار عليه من قضيتنا القضية التهامية واستعادة حقوق أبناء تهامة، وأن نكون شركاء لا أتباع، شركاء لا أتباع، شركاء في هذا الوطن. يمتاز الشيخ رحمه الله بنفس عزيزة، لا يشتكي لأحد ولا يحب أن يظهر الضعف، ورأيناه يعتذر عن أخذ امتيازات شخصية كثيرة قدمت له سواء من الحكومة أو من التحالف العربي. أنا مؤمن المواقف الذي أرضت عليها الوزارات قبل أن نصل هنا وعلى علم حديدة، لما وصلنا هنا وهو اشتغل المناصب، لاجئ سياسي، خذ محافظة، خذ المحافظ، خذ الوزير، خذ المستشار، خذ نائب، خذ لا تهامة، لا الوطن، ها شنط بالدولارات. خسرنا كثير بوفاته. عبد الرحمن الحجري كان ظهرا شديدا، كان صخرة حق نستند عليها بعد الله سبحانه وتعالى. عبد الرحمن الحجري كان يخدمك دون أن يكلمك، حتى لو أنت كنت خصما له وهو مقتنع بفكرتك يوافق عليها. وكان رحمه الله تعالى مؤثرا نفع غيره على نفع نفسه. سأذكر لكم رواية عنه أنه في مؤتمر الرياض الأول حصل على 100,000 ريال سعودي، حولها لي إلى اليمن آنذاك، فاستلمتها وصرفتها بحوالي 5,270,000 ريال. طلب مني آنذاك أن أوزعها على أسر الشهداء. كان لدينا آنذاك الوقت 4 شهداء، وزعناها عليهم بمعدل مليون لكل شهيد، بقي 1,270,000 ريال اللي وزعها على الجرحى وعلى الأسرى في الحراك التهامي. وكان معي الدكتور علي عبد الله الأهدل وبعض الأخوة، ووزعنا المبلغ بالكامل. كثير من الناس كانوا يجهلوا شعبيته ظهرت أكثر بعد أثناء وفاته. لم أرى شخصا حتى من خصومه السياسيين اللدودين يتكلم عنه كلاما سيئا. الكل اصطف صفا واحدا في جنازته، واصطف صفا واحدا في العزاء. نعم، لقد شك رحيله أو يعني شكل ألم في قلوب جميع أبناء تهامة. فكان صدمة كبيرة مع تغيير الكلمة، لا نتوقع أبدا لحد اليوم، ما نتوقع إنه مات. الرجل عبد الرحمن الحجري لا يعوض، مكانه لا يسد، ترك فراغا لا يسد. غابت ابتسامته عن الحديدة، لكنها عادت في عيون رفاقه. على يده تخلق الأبطال، مؤكدين بقبضة واحدة وساعد واحد وفكرة واعدة أن عبد الرحمن حجري لم يمت، بل انقسم إلى آلاف. لازم وفاء مننا له ونضالا مننا لأجله أن نشكل نقلة نوعية في رفع القضية التهامية إلى مصادر إن شاء الله النصر والانتصار من الظلم والمظالمين. وإن شاء الله حنستمر على نضاله وعلى مسيرته لأن أدي حقق التهامة الخير إن شاء الله والبركة.
وما زال عبد الرحمن موجود ليس يموت. صوته في كل بيت، في كل محفل، في كل منطقة من مناطق تهامة، في كل أنحاء الوطن موجود عبد الرحمن بصوته، ذاك الأسد الذي لا قال تهامة تهتز لها كل من حولها. من يظن أنه وصي على تهامة انتهى ذلك العهد، انتهى عهد الوصاية. نحن نقبل الشراكة الحقيقية بالسلطان وتروى، لا شيء غير ذلك. في كل صيحة ضد الظلم ثمة صدى لصوته، في كل بندقية تهامية ثمة ظله، وفي كل فجر يولد من بحر تهامة هناك رجل لا يموت اسمه عبد الرحمن، وقضية لن تموت اسمها تهامة.